فوق راسي يا ام الناس جميلك تسلمي. شكرا يا مصر من قلبي ربنا يكرمك تتقدمي. رب العباد يا ام البلاد يا مصطفى ذكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في بداية حلقة جديدة من أنا المصري. في الذكرى الثانية لثورة 25 من يناير عام 2011، وفي الأسبوع الثالث على التوالي في احتفالنا بهذه الذكرى، ما زلنا نضع أيدينا على صدورنا مخافة أن تسيل الدماء في ميادين مصر وشوارعها وأمام قصرها الرئاسي. واليوم نؤكد مرة أخرى: من المسؤول؟ هل المعارضة هي المسؤولة عن نزيف الدم وحالة الغضب في شوارع مصر ومحافظاتها، أم الرئاسة، أم جماعة الإخوان المسلمين؟ نقول هنا من برنامج أنا المصري أن الكل مسؤول. مؤسسة الرئاسة مسؤولة لأنها لم تتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة تلك الفوضى. جماعة الإخوان المسلمين مسؤولة لأنها لم تترك الرئيس يمارس سلطاته الرئاسية على الشعب كله. المعارضة مسؤولة لأنها ما زالت تدفع الشباب إلى الميادين في مظاهرات يغلب عليها العنف. نقول للجميع: اتقوا الله فينا، اتقوا الله في شبابنا، اتقوا الله في أحلامنا، اتقوا الله في مصر. أوقفوا نزيف الدم. ما زالت المظاهرات حتى اللحظة في كل مكان في مصر. هناك محاولات لدخول مبنى محافظة كفر الشيخ، وهناك أيضا أمام الاتحادية رغم قلة العدد محاولات لاقتحام القصر الرئاسي. من أمام قصر الاتحادية الأستاذ محمد المنشاوي مراسل أنا المصري. السلام عليكم أستاذ محمد. الو. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام. ما هو الحال عندك؟ والله يا استاذي الحال عندي لا يوصف الا بانه تلكيت ثاني مرة، رغم باختلاف يعني رغم ان قلة العدد المتظاهرين، الا ان العدد ظل لحد حتى الساعة 6 مساء امور طبيعية جدا. هتاف دون تواجد لاي عناصر امنية بشارع المغرب. العناصر الامنية كلها متواجدة داخل قصر الاتحادية. بدأ المتظاهرين بإزالة اسلاك الشركة من امام البوابة. وبعد نجاحهم من ازالة الاسلاك الشركة دون التدخل من الامن، طبعا لانه مفيش تواجد للامن خارج القصر، بدأوا باقتحام البوابة نفسها من خلال باستخدام المتاريس والخبط على البوابة. حاول الامن تفريق المتظاهرين من خلال اعيرة الصوت، ولكن المتظاهرين ردوا عليه بالالعاب النارية، وحاليا يطلقون زجاجات المولوتوف داخل القصر. الأعداد أمام قصر الاتحادية أستاذ محمد؟ الأعداد ما زالت المئات، الأعداد ما زالت المئات، قد تصل للألف ولكنها لا تتعدى الآلاف، يعني لا تصل الآلاف لكنها قد تصل للألف. هل الأعداد مرشحة للزيادة في الساعات القادمة؟ نعم. هل الأعداد مرشحة للزيادة في الساعات القادمة؟ أستاذ دلوقتي أمامي حالا في إشعال نار في جدار قصر الاتحادية من ناحية مسجد عمر بن عبد العزيز في الأشجار أمام القصر. هل هناك وجود لجماعات الألتراس أو البلاك بلوك الآن؟ لا، في تواجد لبعض عناصر البلاك بلوك والمشاركين، ولكن لا وجود للألتراس حتى الآن. الأستاذ محمد المنشاوي من أمام قصر الاتحادية، ألف شكر. وما زال المشهد يزداد تعقيدا، فنجد فتاوى في مواجهة فتاوى تحلل دم جبهة الإنقاذ والمعارضة، وفتاوى أخرى تحلل دم الرئيس.
لدرجة أن البعض يقول أنه يمكن أن نصل في مصر إلى الاقتتال باسم الدين. إزاء كل هذه القضايا أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ محسن، حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين جميعا. المشهد فوضوي إلى حد كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا الحقيقة أستغرب كثيرا من الزج بالإخوان، كأنها بهارات الطعام في كل خبر. المشهد في منتهى الوضوح، ليست فيه أي مجال للحيرة. لسه المراسل الآن هو نفس الكلام هذا قاله في الأسبوع الماضي. المظاهرة طول ما هي سلمية لم يتعرض لها أحد ولم يتكلم أحد. من الذي يبدأ العنف الآن وبشكل واضح وعلى الشاشات؟ هذه مجموعة من المتظاهرين. نقول للسادة الذين دعوا للتظاهر: هل بإمكانكم أن تتحكموا في من تدعونهم للتظاهر، أم أنكم تدعونهم للتظاهر ويأتون معكم حاملين زجاجات المولوتوف أو جراكن البنزين أو أي الطريقة اللي بتتم وأنتم ترونهم من يحملون هذه الأشياء؟ كيف قبلتم على أنفسكم أن تحملوا معكم بلطجية يندسون في وسطكم؟ المسألة بقت بسيطة. الشرطة غير موجودة، لا يوجد أحد. كان حينما نزل الإخوان ذلك اليوم قالوا الإخوان ونزول الإخوان. الإخوان غير متواجدين على الإطلاق المرة الماضية وهذه المرة. من الذي يحرق؟ الإخوان متواجدون الآن، لكن فين؟ في مواقع البناء. للمرة الثانية خلال شهر واحد محاولة دخول واقتحام مبنى محافظة كفر الشيخ. هل نذهب إلى كفر الشيخ؟ تفضل. معنا الأستاذ أشرف الحداد، مراسل بوابة الوفد في محافظة كفر الشيخ. أستاذ أشرف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكن أن ترفع صوتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الحال عندك في كفر الشيخ؟ والله اليوم عقب صلاة الجمعة بدأت التظاهرات والمسيرات السلمية أمام مسجد الاستاد الرياضي بكفر الشيخ، وطافت بعض الشوارع ثم توجهت إلى ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وهتفت بهتافات معادية للحكم المرشد ولجماعة الإخوان المسلمين والرحيل والمطالبة برحيل المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ على انه اخواني الاخوان المسلمين. هل المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ كان موجودا بمبنى المحافظة آنذاك؟ لا غير موجود بالمحافظة. النهارده الجمعة ويوم اجازته يعني. الأعداد عشرات المتظاهرين بكفر الشيخ بالمدينة كفر الشيخ. هي المظاهرات طبعا بدأت في جميع أنحاء المراكز وفي السوق وفي بلطيم في الحمول وبيلا، بس كفر الشيخ كان لها طابع والسوق كان لها طابع خاص، ان هم تحولت من السلمية الى المتظاهرين حاولوا اقتحام ديوان المحافظة للاعتصام بفناء الديوان. هل كانت هناك إصابات؟ بفناء الديوان كيوم 25 الجمعة السابقة الماضية قبل الماضية كانوا اعتصموا المتظاهرين داخل الفناء، واليوم حاولوا يكرروا نفس الاعتصام ويعتصموا اقتحموا المحافظة ويعتصموا داخل المحافظة. فحاول الأمن إخراجهم بطريقة سلمية خارج الأسوار والبوابات، إلا أن المتظاهرين قطعوا الطريق الرئيسي أمام المؤدي للمحافظة وقاموا برشق الجنود بالحجارة واستفزازهم بشتائم بذيئة يعني. هل هناك إصابات أستاذ أشرف؟ نعم. هل هناك إصابات؟ لا، الإصابات في أحد المتظاهرين مصاب. أحد المصادر من قال إن في أحد المتظاهرين مصاب بارتجاج ويقوموا تحويله إلى مستشفى طنطا الرشق بالحجارة بسبب الرشق بالحجارة. وقوات الشرطة قامت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ومحاولة إبعادهم عن مبنى الديوان، لأنهم كانوا في محاولة لإحراق الديوان أو اقتحامه.
أستاذ أشرف لكن- الحداد من كفر الشيخ، ألف شكر. محاولة حرق ديوان محافظة كفر الشيخ. حرق ديوان محافظة كفر الشيخ، محاولات اعتداء في المنوفية، محاولات اعتداء في المحلة، محاولات، لا هذه كلها محاولات. يجب أن يكون الشعب في منتهى الوعي. الشعب يلوم الرئيس أنه لا يضرب بقوة، والرئيس يريد أن تكون القوانين وأن يكون القضاء هو الأساس، وألا يتم اللجوء إطلاقا إلى أي شدة في التعامل مع أبناء الوطن. الكرة بشكل واضح وبشكل لا يقبل اللبس عند اخواننا زعماء الحركات والاحزاب والائتلافات التي تدعو الى التظاهر. حضرتك وكل المواطنين شاهدوا كيف كانت تقام مليونيات تدعو اليها الحركات الاسلامية، لا يحدث فيها رشق بطوبة واحدة. اذا فكر واحد يدخل اليها يحمل سلاحا كان يتم ضبطه. وماذا يمكن أن تسمي ما حدث سابقا أمام قصر الاتحادية؟ متى اللي اتهموا الإخوان فيها؟ هل حمل الإخوان فيها سلاحا؟ على الإطلاق لم يحملوا سلاحا. من الذي قتل؟ من الذي تعرض للضرب والقتل؟ الإخوان. حين جاءت عصابات البلطجية وقتلوا 10 من الإخوان، حتى الصحفي الذي قتل رحمة الله عليه الحسيني أبو ضيف، الأخ الحسيني هذا كان موجودا حيث يتواجد الإخوان وأصيب بذات الطريقة التي أصيب بها الإخوان. هذه صورة واضحة، والعبث بها هو عبث بالذاكرة المصرية. الإخوان مبدأهم معروف، لا يميلون إلى العنف إطلاقا، ولذلك لما حتى هذه مع وضوح الحق فيها، لما وجدوا أن البعض بيتحجج أن الإخوان نزلوا، الإخوان لم ينزل أحد منهم. لكن هناك فيديوهات موجودة بالفعل يظهر فيها أو يتضح فيها بعض الإخوان أو بعض قوى التيار الإسلامي تحتجز بعض المتظاهرين وتقوم بتعذيبهم. هذا غير صحيح، غير صحيح على الإطلاق. الحاصل أنهم في أثناء الاشتباك اضطروا للقبض على بعض الذين يضربون، هذا أمر طبيعي، وهؤلاء يعلمون أنهم سيسلمونهم. إما كانت الشرطة، هذا كان في عهد الوزير السابق طبعا، كانت الشرطة تطلق سراحهم أو القضاء يبرئهم، وهذا الحاصل للأسف دائما باستمرار. كانت الشرطة تطلق سراحهم. هل هذا يعني غضبا على وزير الداخلية؟ لا 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 لا, لا. أنا بوصف حالة فقط، وبالتالي هم أرادوا أن يستنطقوهم، قولوا لنا أنتم بتعملوا إيه، فتكلموا. وهذا السؤال بقى، لا 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 ما يستنطقون إطلاقا. أنا بقول لحضرتك في شكل الآن ناس جاية تضربك وأنت بتضربه، والشرطة سارت الموقف تماما واخلت الطريق وسابتهم يضربوا ولم تفكر في القبض على الضاربين. في اثناء هذا الاشتباك لما تمسك اللي بيضرب وتقول له انت بتعمل كده ليه، يقول لك انا حد بعتني او انا حد عمل. هذا تعذيب. هل كان معهم سلاح وهم هل ضربوهم وهم بيستنطقوهم هذا الكلام؟ وحين اعترفوا بهذه الاعترافات هم فقط ارادوا ان يسجلوا موقف انه كان ممكن نؤذيكم، لكننا لا نؤذي احدا. احنا مسكنا بكم، وكان من الممكن زي ما ضربتم وقتلتم واذيتم كان ممكن الايذاء، لكن ديننا يأبى علينا هذا. لكنه كان احتجازا بغير حق. يا سيدي انت في معركة، حينما تكون في معركة وتمسك بمن يضربك، هذا تسميه احتجازا؟ هل حين تمسك بمن يأتي ليقتلك؟ ليست لي صلاحية استنطاق. حين تمسك بمن يقتلك، هل هذا تسميه احتجازا؟ حتى تسلمه الى اجهزة الشرطة، هذا تسميه احتجازا؟ هل في عاقل يسمى هذا احتجازا؟ لا يمكن تسمية هذا احتجازا. وانت ماسكه لغاية ما تيجي الشرطة بتقول له انت بتعمل كده ليه، ولا هتقفل بقك وتسكت؟ بتسأله انت بتعمل كده ليه، بيقول لك انا قابض فلوس وجاي. هذا يسمى احتجازا واعترافا؟ هذا كلام عبثي، لانه انت ده معركة قائمة، ناس بتضرب جايين بأسلحة على ناس عزل ليس بيدهم شيء. لو كان الاخوان او من معهم يعني في رؤوسهم اي شر لفكروا في الفتك بهم، لكن هذا لم يحصل على الاطلاق، وسلموهم باسلحتهم التي معهم، وتاني يوم طلعوا اخلي سبيلهم ايضا. فعشان تقول الاخوان لم يستخدموا العنف مطلقا. واذا واحد اعتدى على واحد فرد العدوان بيده وبصدره العاري، هذا لا يسمى عنفا. ومتى يترك الإخوان الرئيس ليمارس صلاحيات ومن قال أصلا إن الإخوان يملون على الرئيس شيئا؟ هذه كلها أفكار تخرج من أدمغة بعض الناس دون أن يكون لها ظل من الواقع.
ما هو المطلوب حتى نقول ان الرئيس اتخذ هذا القرار برأيه او برأي غيره؟ يعني المستشار محمود مكي النائب السابق لرئاسة الجمهورية يقول في احد تصريحاته ان جماعة الاخوان وبعض اخطأت كثيرا، خاصة عندما صدرت تصريحات من بعض الرموز أضرت بالرئيس. أنت الآن تتكلم عن تصريحات تصدر ولا عن سياسات توجه فيها الرئيس وعلاقة مع مؤسسة الرئاسة؟ السيد محمود مكي هل قال إن الإخوان يوجهون السيد الرئيس؟ هل قال هذا؟ لا، لم يقل هذا، ولكن الذين أطلقوا هذه التصريحات يقول المستشار محمود مكي أنها أضرت بالرئيس. زي ما أنت عايز تستنطقني الآن أن أنا أتكلم عن الرئاسة، أنا لا أتكلم عن الرئاسة، فيقال ده بيرد عن الرئاسة، أنا لا أرد عن الرئاسة، لكنني مواطن وشايف أن في اعتداء على قصر الرئاسة. هل أنا حين أقول أن هذا اعتداء يبقى أنا بتكلم عن الرئاسة؟ هل حين أقول أن الرئيس فعل وفعل وفعل مما نراه يبقى أنا بتكلم باسم الرئاسة؟ هذه هي المشكلة، أن البعض يريد في حالة، أنا دايما أكرر هذا، في حالة من فوبيا الإخوان، يراد إقصاء الإخوان، تم إقصائهم بالقهر في الزمن الماضي، يراد الآن إقصائهم بالابتزاز. يعني إيه؟ يعني يا سيادة الرئيس إلا الإخوان. ولماذا لم تقل محاولة الإخوان السيطرة على مفاصل الدولة؟ إطلاقا الواقع غير هذا، بدليل أن الرئيس مجموعة المستشارين بتاعته كان فيهم من الإخوان، الوزراء كان فيهم من الإخوان، المحافظون كان فيهم من الإخوان، الوظائف الكبرى في الدولة حتى الآن كان فيها من الإخوان كانوا يمثلوا بقى في عموم النخبة. أنا مواطن مصري قبل أن أكون من الإخوان المسلمين، أنا مواطن مصري ولي حق يستوي تماما مع حق حضرتك، مع حق كل مواطن. فإذا كنت كفءا لمكان ما فلا يجوز لك أن تقصيني لمجرد أنني من الإخوان، وإلا يبقى انتقلنا من تمييز بالقهر إلى تمييز بالابتزاز، وهذا اللي بيجري الآن. كل حاجة لا، دي أخوانا. يعني هو سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ رجل أثبت جدارة في خلال الشهور القليلة التي قضاها. هل لكونه من الإخوان تحرم المحافظة من كفاءته ومن أدائه الرائع اللي الكل يشهد به؟ هل هذا منطق مقبول في منطق العقل؟ هل هذا مقبول؟ وهكذا. ولماذا يحدث التمييز أيضا فالمعارضة مستبعدة تماما؟ من قال هذا؟ أنا وأنت شاهدين على الحدث. من قال هذا؟ من قال هل الإخوان قبل 18 شهر اللي كان فيهم المجلس العسكري إلى أن انتخب السيد الرئيس محمد مرسي وتم تشكيل حكومة السيد هشام قنديل، هل كان في ولا واحد من الإخوان في هذه الوزارات؟ هل قلنا إن ذلك استبعاد؟ كان في جودة عبد الخالق، الدكتور جودة عبد الخالق من حزب التجمع، كان في الدكتور احمد البرعي من حزب الدستور، كان في الدكتور عماد ابو غازي. انت تتحدث عن حكومة لم تكن موجودة يا سيدي أنا في عصر الاخوان. ده انا عايز اقول لك انه كان في كل التيارات. والان الحكومة الموجودة الان، هل تستطيع ان تقول لي ان 6 من 35 تعني ان الحكومة من الاخوان؟ لماذا نضخم الامر بغير حق؟ ولماذا يعني عندنا فوبيا من الإخوان؟ السؤال: أي أخ من الإخوان في أي منصب قدم أم لم يقدم؟ إن كان قدم وأبلى بلاء حسنا يجب أن نشجعه ونشجع غيره، إن كان أساء وأخطأ يبقى يرجع كما يرجع كل من قصر وأساء. هذا هو التعبير الصحيح. أنا أرفض فكرة إقصاء الإخوان تحت زعم الأخوانة. مفيش حاجة اسمها أخوانة، في حاجة اسمها مصر التي فوق رؤوسنا جميعا، التي يجب أن تستفيد من كفاءات كل أبنائها سواء كانوا من الإخوان أو من غير الإخوان. وأنا أدعو وبكل قوة إلى أن يختار لأي موقع الكفء بغض النظر عن انتمائه الحزبي، لأننا أمام مرحلة بناء للوطن، وبناء الوطن لا يكون إلا على الكفاءة والقدرة والأمانة وتحمل المسؤولية. سواء بقى كان من يحمل هذا المنصب من الإخوان أو غيره، لا يجوز أن يميز هذا لكونه من الإخوان ولا أن يميز ضده لكونه من الإخوان. يجب أن ننسى هذا التمييز بشكل واضح وبشكل تام. في اليوم الذي أعلنت فيه نتيجة الانتخابات الرئاسية والتي فاز فيها الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية، جمعتني جلسة مع فضيلتكم وقلت يومها: اللهم اجعل الخير على مصر صبا صبا. صحيح. هل الخير جاء على مصر صبا صبا بحيث أدرك المواطن أنه تحت ظل حكم إسلامي؟ وأعني ظل حكم إسلامي
سنظل ندعو الله أن يصب الخير على مصر صبا صبا. إلى متى نظل؟ إلى أن نلقى الله، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء إلى ما لا نهاية. لكن السؤال هل في تطور وتقدم؟ نعم. هل احنا في الاتجاه الصحيح؟ أنا أقول نعم. لأول مرة مصر صارت مدنية، ولا أدري لماذا يتم إنكار هذا مع أن هذا استغرق في بلاد أخرى قوية 10 سنين أو يزيد. لأول مرة في مصر انتقصت صلاحيات الرئيس برضا الرئيس ولم يعني يبدي أي شيء. لأول مرة في مصر تنشأ حكومة لا يقال عن واحد فيها إنه سرق أو نهب أو سلب، لم يعد هناك، باب الفساد بدأ يتوقف. لأول مرة بدأنا نتكلم عن مساواة حقيقية في التعيين في الوظائف، حتى الذين حرموا بسبب ما في القضاء وفي غيره صدرت قوانين وقرارات بحقهم ليأخذوا مواقعهم الطبيعية. لأول مرة الدولة تحت كل هذا القصف الإعلامي والسياسي تتكلم عن مشاريع كبرى استراتيجية كمشروع تنمية إقليم قناة السويس، ويبدأ العمل فيه بشكل حقيقي. لسه لأول مرة من أيام قليلة نتكلم عن استعادة شركة النصر للسيارات لدورها وبابتداء وإعادة عملها مرة أخرى كرائدة من رواد الصناعة المصرية الحقيقية. لأول مرة في التاريخ نرى رئيسا يذهب إلى العمرة تذهب أسرته على نفقتها ولا تذهب على نفقة السيد الرئيس. لأول مرة رئيس يشافه الأمة ويقول لها انه قالوا او قيل انه بياخد بدلات في سفره، فامام الناس وعلى الملأ يعلن انه لا يتقاضى اي بدلات او اي مكافآت. هقول ايه الاول ايه هنتكلم. دكتور عبد الرحمن، انت اتيتنا الان من مدينة المنصورة من محافظة الدقهلية وتحملت مشقة وصولك الى هنا. في احاديثك مع العامة وليس مع جماعة الاخوان المسلمين، هل يدركون ما تقوله انت الان؟ نحن نسعى لأن نعرف الجميع يا سيدي. هناك حالة إعلامية، حالة هيجان إعلامي تغسل عقول الناس تردد أحيانا الكلام لكثرة ما تسمعه، فإذا بدأت تناقشه وتشرح له وتوضح له وتضع يده يبدأ يتفهم منك. يعني حين تقول له إنه الأول مرة المعاش بيترفع بهذه الصورة ل3 مليون مواطن يعني من آبائنا وأمهاتنا ذوي الحاجة في المعاش، لما تقول له إنه فيه فلاحين صغار غلابة وقعوا في التعثر بسبب أنهم تقاضوا يعني أخذوا ديونا من أجل الزراعة التي لم تنجح فتسقط عنهم هذه لما عشرات عن الفلاحين القروض. من قال هذا الواقع؟ هذا لم يقع. لا وقع، هذا لم يقع، وقع يا سيدي. وهناك توجيهات رئاسية بإسقاط الديون التي أقل من 10,000 جنيه على الفلاحين، إلا أن الواقع العملي حتى اللحظة التي أتحدث معك فيها لا 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 يكن هناك شيء لا 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 لدرجة أن هناك نحو 120,000 قضية للفلاحين تعثر في المحاكم، وهناك 90,000 حكم ضد فلاحين بالحبس. يا أستاذ هذا غير صحيح لسبب وغير دقيق لسبب. أولا كل الذين حبسوا من أجل شيكات ومبالغ بسيطة أفرج عنهم الرئيس ودفعت الأموال اللي حبسوا فيها. لكن الفلاحين الذين تقاضوا مديونيات من أجل الزراعة، في فرق بين مديونيات لسبب آخر أو أخذ على الأرض فلوس عشان يزوج بنته عشان يسفر ابنه إلى آخره، هذه لا علاقة لها. المديونيات المقصودة المديونيات بسبب الزراعة، أخذ سماد، أخذ أموال عشان بذور إلى آخره، كل هذا سقط. أنا أريد أن أصل إلى نقطة جوهرية دكتور عبد الرحمن، وأعرف مدى شجاعتك وقدرتك على قولة الحق مهما كانت الأمور. المواطن حتى اللحظة لم يدركوا الأمر الأول والحلقة الأولى في الثورة، وهي عيش. المواطن يريد أن يعيش حياته. صحيح. حتى اللحظة البعض نقم على الثورة والآن ينقم على الإخوان لأن حياته الاقتصادية من تدهور إلى تدهور. أنا حكاية ينقم على الإخوان هذا من كثرة زي ما بيقولوا الزن الإعلامي. الإخوان هم أكثر الناس عملا في قلب الواقع. الإخوان في السلطة. لا يا سيدي، حتى أنا بتكلم في الشارع. الإخوان في السلطة كغيرهم، لكن في الشارع الإخوان هم أكثر الناس عملا لوجه الله لصالح هذا الوطن. كل اللي بيتكلموا محدش فيهم عمل على علاج مريض
ولا على زراعة شجرة، ولا على إقامة معرض سوق خيري لتحسين الأمور للناس، ولا على تجديد مدرسة أو صيانتها. الإخوان يمارسون دورهم لله سبحانه وتعالى، وهم اعتادوا على هذا حتى من قبل الثورة. كان جزء منهم في السجن وجزء يمارس هذا العمل، لأن ده دين بالنسبة لهم. لكن الحكومة تتقدم خطوات، ليس بالضرورة انها تكون وصلت المراد، هذا امر في غاية الصعوبة. انما كل يوم بالتأكيد واضح ان في هل انت وانا واي مواطن يسمعنا الان نختلف في ان باب السرقة من كبار المسؤولين توقف؟ هل هذا في خلاف وهو الباب الاكبر الذي هرب معظم الثروات المصرية؟ هل في خلاف انه الان لم يعد هناك موضوع الواسطة على الاقل في الحاجات الحكومية الكبرى؟ هل احنا مختلفين الان ان كل مواطن الان صار حرا بشكل كامل؟ النهاردة لما وزارة التموين بتقدم صورة جيدة وتبدأ في نموذج الخبز الجيد بحيث يصل الدعم للمستحقين. إذا إلى ماذا تعزو حالة الفوضى الحاصلة؟ أنا أعزو أولا الناس ربما كان توقعاتهم أكبر من إمكانيات الدولة، وهم معذورون طبعا، لأن احنا قمنا بثورة من أجل أن يعني كما يقولون نأكل المن والسلوى، لكن ربما إمكانيات الدولة لا تسمح بهذا، ربما كثرة المظاهرات الفئوية وتعطيل الإنتاج لها دور. الدور الأكبر في هذا أنا أعزو إلى الإعلام الذي يمارس حالة من التهييج والإثارة والشحن بغير حدود. يعني القضاء لما يقول انه لما تقرير الطب الشرعي يقول انه المتوفى فلان صدمته سيارة او صدمته، يقول لك كذابين دول، وجهت لهم توجيهات يقولوا كذا، ومسحول الاتحادية وقصص ياما هنسمع. ولذلك انا اتمنى وانه القضاء ادرك حكمة القاضي ورغبته في الا يخرج الا ما هو شديد الوضوح بالنسبة له، لكن الشعب عايز يعرف حقائق. لابد ان القضاء يعرفنا بكثير الحقائق اللي بيقولوا عنها في لجنة تقصي الحقائق وغيرها، حتى يعرف الشعب الحقائق ويعرف ان هناك عملية تعويق شديدة جدا، وان هناك مفسدون يحاولون ان يعطلوا المسيرة ويقدموا الصورة بشكل غير صحيح. هل احنا في دولة تحترم القضاء نريد احترام القضاء؟ لماذا لا ننتظر حكم القضاء في كل امر بدلا من ان نهيج الدنيا؟ في طنطا حين مات الاخ المتوفى محمد الجندي رحمة الله عليه، سارت السيارات في الشوارع تنادي على المواطنين بالنزول لانه فلان عذب واصاب واعصاب. من اين جاءوا بهذا؟ من أين جاءوا بهذا؟ ولكن دكتور عبد الرحمن، الدماء التي سالت منذ وصول الرئيس مرسي إلى السلطة وبالضرورة الإخوان، ما هي الأسباب؟ ومن يتحمل الفاتورة ومن يتحمل المسؤولية؟ لا، الفاتورة بيتحملها الشعب للأسف، إنما يتحمل المسؤولية طبعا الرئاسة باعتبارها الحكومة والدولة هي مسؤولة عن الوطن، لكن المسؤولية الجنائية المباشرة عمن يحرض على هذا، عمن يدفع إلى هذا، عمن يحمل الناس إلى هذا. للأسف بيصعب علينا كثيرا إثبات أشياء كثيرة جدا، الواقع كل الناس عارفاها، كل الناس بتقول لنا انه المجموعة الفلانية في البلد الفلانية فلان كان بيعطيهم فلوس وبيحملهم الى الاتحادية وبيروحوا وبيحملهم الى المكان الفلاني. لكن يعني امام القضاء انت تحتاج الى شاهد يقول. دكتور عبد الرحمن، وانت رجل دين وعالم دين ولك رؤيتك، تتهم الاخرين بتمويلات؟ انا لا اتهم، انا بقول لك ما الذي يقال، انا بقول لك ما الذي يقال وتبلغنا كلمات، ولكن ترديد ما يقال يمكن ان يصل الى درجة الحقيقة. ما هو هذا الذي اقول، انا ما اقدرش اروح ارفع قضية لان انا لا املك دليلا عمليا حقيقيا، وان كان الوقائع تشهد بهذا، الوقائع تشهد بانه في ناس بتاكل منين بتشرب منين، اللي قاعدين طول الوقت يحملون السلاح ويمارسون هذا العنف. نسمع حكايات وقصص، لكن في الواقع أقول القوى السياسية يجب أن تدرك أن مسؤولية الوطن مش مسؤولية الحكومة فقط، مسؤولية الجميع، وبالتالي يجب طرح رؤى
عملية حقيقية، وليس كل يوم دعوة جمعة الرحيل، جمعة الخلاص، أنا أستغرب. تم التوافق على وثيقة العنف في الأزهر ووقع عليها الجميع. سنأتي على وثيقة العنف، ولكن وثيقة نبذ العنف على ما يحاكم الرئيس السابق الفاسد محمد حسني. لا، الرئيس السابق شارك في المعركة، شارك في الحرب بشكل واضح، ووزير داخليته أعطى أوامر بالضرب، والذين ضربوا هم ضباط الداخلية، والمسألة كانت واضحة والجميع رأى، وكلنا شفنا أمام على الشاشات بتوع موقعة الجمل. احنا لا نتكلم في غيبيات، الصورة في منتهى الوضوح. أنا أتحدث عن محاكمة الرئيس الرئيس نفسه يا سيدي. الرئيس كان يعلم كل صغيرة وكبيرة، وكان هو الذي يوجه إلى هذا، وستثبت التحقيقات هذا، فضلا عن أنه علم ولم يتخذ إجراءات تمنع ذلك. صحيح، أثبتت التحقيقات أنه علم ولم يتخذ إجراءات. السؤال: هل الرئيس مرسي رأى أحدا من رجاله سواء من الداخلية أو غيرها ويعلم أنه ارتكب شيء وسكت؟ هذا هو السؤال. أما إنه بيحصل، هذا الشيء الطبيعي. ما هي الدولة التي لا يحصل فيها جرائم؟ لكن هنا الرئيس عليه أن يتخذ موقف، وبالفعل لأول مرة في تاريخنا نرى وزير داخلية بمجرد أن يصل خبر الواقعة حين ظهرت على الشاشات يقدم اعتذاره ويدعو إلى التحقيق، ويؤكد على أنه سيظهر نتائج التحقيق، والقضاء نفسه ويطلب من القضاء أيضا أن يظهر التحقيق. لأول مرة رئيس جمهورية ثم تقوم الداخلية بفبركة أمر وحوار مع مسؤول الاتحادية أن من قاموا بالاعتداء عليهم. لو سرنا بهذه الطريقة يبقى لا شيء في هذا الحياة يمكن أن يكون له حقيقة. القضاء هنا سوف يقول كلمته، القضاء سوف يقول كلمته. أصبح الآن مسؤول الاتحادية هذا أصبح فيلم، كل ساعة بكلام. دعنا من كلام الداخلية. الذي يجب أن ينطق بالحقيقة ليعرفها الشعب هو القضاء النزيه. السؤال: هل رئيس الجمهورية سكت على هذا أم تكلم؟ هل رأيت فيديو مسؤول الاتحادية دكتور عبد الرحمن؟ طبعا رأيته. ماذا تقول فيه؟ أنا رأيته وكان واضح أنهم يحاولون أخذه وأنه يمتنع، لكن واضح في نهاية اللقطة أنه أحدهم ضربه، وليس أنهم اللي أنا شفته، ما ضربش حضرتك شفت غيره ولا لا، لم أرى المجموعة كلها تضربه كما كان معتادا، أنه لما يمسكوا واحد الكل ينزل ضرب فيه. أنا شفت ناس بتحاول تمسكه وبتشيله وهو يتأبى عليهم، ففي النهاية في حد خبطه أو ضربه. هذا غير مقبول على الإطلاق. هل هذا يعني أن عقلية وزارة الداخلية تغيرت من الضرب الجماعي إلى لا، وأنا أعتقد أنه في تغيير، إنما نريده أن يكون كاملا بمعنى أنه لا تتعامل مع المواطن مهما كان خطأه إلا بالقانون. يعني أنت مطلوب منك أنك تقبض على هذا المواطن. بنشوف هذا في أمريكا وفي أوروبا وغيرها، مواطن نايم في مكان غير مسموح له بالنوم فيه، بيشيلوه هيلة بيلة كما يقولون ويحملونه إلى لكن لا يعتدون عليه حتى لو حاول أنه يتفلت منهم أو غيره. مهمتهم أن يمسكوا به وأن يحملوا. أما أن يضربه أحدهم فهذا مرفوض على الإطلاق حتى لو استفزهم بالشتيمة. ضرب مواطن ألا يعني هذا أنه لابد أن تستقيل الحكومة لا. على الأقل وزارة؟ لا يا سيدي، دعنا بقى كل يوم بقى يعني هذا كلام. يحاسب المخطئ. احنا في حالة تحول، لازم المخطئ يحاسب. امتى تقال الحكومة؟ لو ثبت ان في توجيهات بهذا، لو ثبت ان وزارة الداخلية وجهت افرادها، او كما يدعي المدعون ان الرئيس قال للداخلية ده احنا كلنا شفنا انه امناء الشرطة وبعض الضباط وقفوا ضد وزير الداخلية بسبب ايه؟ بسبب انه يمنعهم من التسلح، ويقولون انتوا كده بترمونا في النار. وبعدين يطلع واحد يقول لك ده رئيس الجمهورية قال له اضرب. ازاي في هذه الحالة يرتكب جريمة؟ كيف يمكن ان اضع ضابط الشرطة او الجندي في مواجهة متظاهرين قد ينفلت منهم او يتفلت بعضهم ويحمل سلاحا ليقتله؟ اذا انا ادفعه للانتحار. لا هنا هذه بقى طريقة الاداء. المفروض اننا في البداية في طرق قانونية. المتظاهر السلمي لا علاقة احميه. إذا بدأ المتظاهر يرتكب أي أعمال عنيفة يبقى يبدأ التعامل شيئا فشيئا. لا أصل إلى مستوى أعلى إلا إذا فقدت القدرة على
التحكم بالمستوى الأدنى. وأنا أعتقد أن الوصول إلى الغازات المسيلة للدموع كافية. لا يتصور أن يكون هناك إطلاق للرصاص إلا إذا أصبح قاتل يا مقتول، يعني دفاع عن النفس. ولا أتصور أن الحالة بتصل إلى هذا إلا يعني نادرا. ولذلك رأينا أنا برضو من أليس الجندي الذي أحرق بالنابلم أو بالمولوتوف أليس مواطنا إنسانا مثلنا؟ هل هو فقد الكرامة والأخ الثاني إطلاق يعني لماذا يعني نقيم الدنيا لهذا ولا نقيمها؟ يجب أن نقيم الدنيا للاثنين. يجب أن كرامة المواطن تجعلنا لا نهنأ بالعيش أيا كان هذا المواطن، في الشرطة أو في المتظاهرين، ولا نسمح بهذا. وأنا بقول دايما على القوى السياسية أن ترفع الغطاء. ما ينفعش تقول لي أنا نازل تظاهر وبعدين تبص تلاقي اللي حواليك بيحدفوا مولوتوف تقول انا اعمل ايه؟ انا لا اتحكم في الناس. ما تنزلش، خلينا نشوف مين اللي بيعمل. هذا وقت ايه يعني النزول هيعمل ايه؟ انت تريد ان تعبر عن موقف، قف في مكان ليس فيه احتكاك وعبر عن موقفك. بسبب تقاعس السلطة في إيجاد حلول لهذه الفوضى المنفلتة أدى بعض المعارضين إلى طلب تدخل الجيش في العملية السياسية. لا، أنا أتصور أن الجيش لا يمكن أن يدخل، والشعب لن يقبل أن الجيش يدخل، ونحن لا نقبل أن جيشنا العظيم يرجع مرة أخرى أو يتعرض لأي مواقف يعني تحط من قيمته العالية. الجيش أدى دوره ببسالة ويؤدي دوره في حماية الأوطان، لكن لا يمكن القبول بهذا على الإطلاق. لكن هناك دعوة من الدكتور محمد البرادعي لدخول القوات المسلحة في الحوار الوطني. ما هو هذا يدل على يعني إذا كنا بنتكلم عن أطراف سياسية، فنحن أمام أطراف سياسية لا تريد أن تجري عملية سياسية. احنا أمام أطراف سياسية تريد أن تتعالى على آراء المواطنين وعلى صوت الشعب، تريد أن تفرض شيئا خلافا لما يريده الشعب. لماذا يجر الجيش إلى الصراع السياسي وإلى الاحتراب السياسي؟ تعالى نتحاور احنا مع بعض، احنا سياسيون نتحاور معا، وبيننا انتخابات ندخلها معا، وأمامنا شارع نعرفه ونوعيه. أما نثيره ونهيجه ونقول العنف سيستمر، هذا منطق. إذا لو أن واحد من الإخوان أو من الحرية والعدالة قال كلمة فيها يعني أدنى إشارة يمكن أن يفهم منها شيء، الدنيا تقوم ولا تقعد. إنما يكتب السيد الدكتور محمد البرادعي وهو راجع من التوقيع على وثيقة نبذ العنف، يكتب تويتة إنه سيستمر العنف كذا، يقول لك لا، هو قصده لو الحكومة ما التزمتش. وهل هو ده الكلام؟ يعني احنا اجتمعنا لكي ننبذ العنف. العبارة اللي نطلعها نقول ايه؟ نقول يا جماعة نعبر عن آرائنا، نرفع أصواتنا، نجهر بكلمة الحق، لكن لا مجال للعنف. العنف غير مبرر حتى لو السلطة أساءت، العنف غير مبرر. الدكتور عبد الرحمن تتحدث عن الحوار، رغم أن السيد الرئيس عندما دعا إلى حوار وكان حوارا جديا من كل الأطراف الذين دخلوا في الحوار في مؤسسة الرئاسة، إلا أننا وجدنا كوادر إخوانية مهمة تقول أن الحوار لا يلزمنا ولا يلزم مجلس الشورى. إذن على ماذا يكون الحوار؟ الحوار أولا يجب كل الموضوعات تطرح، والحوار ميزته أننا نصحح إذا حصل خطأ، أن نبدأ ونتراجع. مش أنا لما نتحاور ثم يحصل أي خلل أقول لك طب لا السلام عليكم، هذا مش حوار. الحوار ميزته أنه يستمر لتصحيح أي أخطاء وللسير في الطريق الصحيح. إذا احنا اتفقنا على أشياء ونفذنا منها 8 من 10، فهذا معناه أن احنا ممكن نصحح الاثنين الغلط. وبالتالي ما ينفعش أنه في أمر ما لم يلتزم مجلس الشورى أو هو بالأحرى مجلس الشورى لا يجب أن يلتزم. الذي يلتزم هي الأحزاب التي وقعت على الحوار أو التي حضرت الحوار واتفقت على أمر ما كان عليها أن تلزم أعضائها بالتصويت لصالح الموقف الذي اتفقت عليه. ومن الخطأ أن أعضائها حتى يجبرونها على خلاف ما تم الاتفاق عليه، وهذا خطأ لا أحد ينكره. لكن هل هذا يعني قطع الحوار؟ امال هنوصل ازاي؟
ولماذا لا تقوم التيارات الإسلامية ومؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين وكل الأطياف والأحزاب الإسلامية بتفهم رؤى المعارضة وجبهة الإنقاذ؟ ما الذي قال انهم لا يتفاهمون؟ من قال هو في فرق يا سيدي، في فرق كبير جدا بين ان تفرض علي امرا وتريد ان تبتزني بهذا المنطق لأكون مجرد أداة منفذة لما تريد، وبين أن نتحاور ونصل إلى رؤى قد نتفق على بعضها فننفذه أو نختلف على بعضها فيبقى محل حوار. هناك فرق بين أن نتحاور وبين أن تأتي فارضا علي شروط تريد أن تدخلني بيت الطاعة بتاعك. هذا كلام غير منطقي في الحوار. مفيش حاجة اسمها أنا مش هذا الحوار إلا لما 1 2 3. أمال احنا هنتحاور على إيه؟ ولماذا كان الهجوم الضاري جدا على حزب النور وقيادات حزب النور عندما طرحوا مبادرة مع جبهة الإنقاذ؟ لا، كل واحد من حقه أن يقول رأيه. لماذا نسميها ولكن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والتيارات الإسلامية هاجمت قيادات حزب النور يعني هجوما حادا. لماذا نسميه هجوما إذا كان هو تعبير عن رأي؟ نرى أن هذا التصرف غير أليس من حق أن نعبر عن رأي في أي موقف كما من الحق الآخرين أن يعبروا عن آرائهم؟ نحن نرى أن السعي في اتجاه موازي للحوار وبصورة غير مناسبة نرى أنه موقف غير جيد. نعلن رأينا، هذا حقنا أن نعلن رأينا. كان معي في الحلقة السابقة الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، وفي حوار له مع رئيس قال الرئيس أنه سوف يقوم بالاتصال بالمعارضة بنفسه. لماذا لم تقم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالتواصل والاتصال بالمعارضة بديلا عن الرئيس، رغم أن الذي قام بهذه المهمة كان حزب النور نيابة عن الرئيس؟ هو يقدم أمرا. لست في وارد إطلاقا أن أتكلم عن مؤسسة الرئاسة ولا عن هذا أمر يخص الرئاسة. تقدم حزب النور يتكلم باسمها، تقدم الحرية والعدالة، تقدم شخص فلان أو علان. هذا أمر حزب النور لا يتحدث باسم مؤسسة الرئاسة، ولكن يقدم خدمة جليلة باعتبار أن الرئيس لا يجب أن يقوم بالاتصال بالمعارضة فقام حزب النور بالاتصال هذا أمر لا يكون حوارا. لا، هذا أمر لا تعليق له عليه. الرئيس حر وكل حزب حر. الإخوان طرحوا عشرات المبادرات. الإخوان لم يتوقفوا على الاتصال بأحد على فكرة. الإخوان من قبل الثورة ومن بعد الثورة الإخوان دائما يتنادون إلى الحوار وإلى الجلوس معا. المشكلة أن البعض يريد أن يفرض شروطه على الإخوان. نحن بنقول يا جماعة الحوار لا ينبغي أن يكون تحت قصف الشروط. يا جماعة هذا الوطن يضمنا جميعا، نتحاور من أجله. ما فيش حاجة اسمها لن تفرض علي ما لا أريد ولن أفرض عليك ما لا أريد. إذا هل هناك موقف من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من حزب النور؟ موقفنا من كل القوى السياسية واضح، لكن هناك ائتلافات تم تشكيلها أمس وأول أمس. الائتلاف الأول ائتلاف إسلامي ضد التخريب وتنسيق انتخابي لتشكيل أول حكومة إسلامية، وأعلنت القوى الإسلامية التي تضم أحزاب الحرية والعدالة والأصالة والوطن والبناء والتنمية والإصلاح. المهم أنه غاب حزب النور والدعوة السلفية عن المؤتمر. بالأمس فقط تم تشكيل جبهة تسمى جبهة الضمير الوطني، ونحن نثمنها جيدا لأنها تقوم على الدفاع عن القيم العليا للثورة المصرية وتوفير البيئة السياسية والمجتمعية لتحقيقها واستكمالها. أيضا في هذا الائتلاف لا يوجد حزب النور ولا الدعوة السلفية. وأنا شخصيا لا علم لي بهذه التفاصيل، لكن عادة أي ائتلافات وأي هيئات تنشأ بمن حضر ثم تبدأ في دعوة الآخرين. وأنا ربما مثل هذا يسأل فيه حزب النور وتسأل الدعوة السلفية: هل أنتم ضد هذا الائتلاف وبالتالي لم تحضروا، ولا هذا الائتلاف يعمل بعيدا عنكم؟ يعني ليس عندي معلومة حتى أتكلم فيها، لكني دائما أدعو كغيري إلى أن يكون هناك دائما دعوة عامة لجميع القوى الوطنية والسياسية إسلامية وغير إسلامية لنتعاون جميعا فيما هو من صالح الوطن. لا ينبغي في العمل الذي مقصوده الرفع من قيمة الوطن والرفع من قيمة المبادئ والقيم العليا والدعوة إلى الوحدة، لا ينبغي أبدا أن يكون مقصورا على أطراف أو في أي تصور
لإقصاء أي أطراف، لأنه هذا يفسد العمل العام. العمل العام الجماعي يجب أن يدعى إليه الجميع ويتشارك فيه. هل أنت معي دكتور عبد الرحمن أن هناك شرخا وهوة ومساحات أصبحت موجودة بين التيارات الإسلامية؟ لا، أنا لست معك في هذا. ربما على المستوى السياسي أحيانا تكون هناك بعض المواقف، هذا طبيعي، أنا قد أختلف معك وتختلف معي، وهذا ليس بالضرورة سببا مفسدا للمودة، هذه طبيعة العمل السياسي، وإلا لماذا نحن أحزاب؟ لو أننا جميعا متفقون في كل شيء ما كان هناك داعي لأن يكون حزب النور وحزب الحرية والعدالة وحزب التنمية، إنما في آراء وأفكار. إنما التيار الإسلامي العام جميعه أعتقد أن بينه تقارب كبير وتفاهم كبير، وفي كثير من المسائل يتخذ مواقف موحدة، وهذا لا يمنع أنه في تنوع في داخل التيار الإسلامي. معنا على الهاتف الدكتور محمد محي الدين، وكيل حزب غد الثورة، وهو أحد أعضاء جبهة الضمير الوطني. السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم السلام وبركاته. أهلا بك. في البداية نثمن هذه الخطوة التي نتمنى أن تكون بداية لوقف نزيف الدماء. أتمنى أن تكون خطوة، وأنا عايز بس أوضح هنا بس موقف عشان يعني لا يحدث ده. يعني أنا أرسل إليه البيان، ومن حيث المبدأ يعني نحن كحزب غد الثورة نحن نوافق على الدخول في أي كيان وتجمع يحاول رأس القاطع ويحاول لم الشقاق المصري. نؤكد أننا لا ننتمي إلى يمين أو يسار، نؤكد أننا نحافظ على خطنا الوسطي. لذلك أريد من خلال برنامج حضرتك أن أؤكد أننا نتمنى أن تقوم المجموعة الداعية إلى حوار الغد بتوجيه دعوات مماثلة إلى قيادات وأعضاء جبهة الإنقاذ، لأنه كما وجهت دعوات إلى الإخوة في حزب الحرية والعدالة والنور وسيلبون الدعوة غدا، أنا أيضا على يقين أن الكثير من قيادات جبهة الإنقاذ تود أن تكون موجودة وستلبي الدعوة. لذلك إذا كان أتمنى أن يكون هذا الأمر، لأن في النهاية بهذا الشكل من وجهة نظر سياسية سيحسب الجميع في خانة واحدة، واعتقد ده لا يتفق مطلقا مع سياسة حزب غد الثورة او مع طموحاته ان يكون هناك رأي حاضر حقيقي للمشكلة دي. وسوف يعقد المؤتمر التأسيسي الاول غدا. نعم سيعقد المؤتمر الاول غدا، لكن انا اتمنى لان بانعقاد المؤتمر الاول غدا بدون دعوة جبهة الانقاذ او بعض قياداتها، تمام، او على الاقل ما يحسبه البعض المعتدلين فيها، تمام، اعتقد انه لن تكون هناك فرصة اخرى لكي ينضموا الى هذه الجبهة. انا ما اعرفش اسم الجبهة حتى، لسه الاسم انا جبهة الضمير الوطني. انا ضد كلمة جبهة، كلمة جبهة تعني العمل الحربي، تمام، ونحن لسنا في حرب، نحن في عمل سياسي محترم في دولة محترمة. لذلك حتى هذه اللفظة انا اتحفظ عليها. انا ادعو القائمين على هذه الدعوة، وهم كلهم ناس محترمة وافاضل وشخصيات تعاملنا معها في الجمعية التأسيسية بكل ود واحترام، ان يتم توجيه دعوة ممثلة الى قيادات جبهة الانقاذ، وانا على يقين ان كثير منهم سيلبي الدعوة اذا كنا جادين في رغبة الطبع. اما وبهذا الشكل انا اراها انها ستكون محدودة التأثير فعليا. وانا هنا لا احب ان اجامل. في الوطن لا توجد مجامله، المجاملات تكون في المصالح الشخصيه لا في المصالح السياسيه. بهذه الصوره اعتقد ان هذا التجمع لن يكون مؤثرا على الاطلاق. البيان الذي صدر عن الجبهه ويحمل اسماء الساده المؤسسين لجبهه الضمير الوطني جاء فيها اسم الدكتور سيف الدين عبد الفتاح المستشار السابق لرئاسه الجمهوريه، الا انه قال انه لم يؤخذ رايه. نعم. هل هذا يعني ان الاسماء تم وضعها دون الرجوع اليها؟ هو الاسماء اقترحت، تمام، ارسل الي ايميل بالبيان، لم اعطي ردا. اعتقد ان حزب غد الثورة اجمالا لم يعطي ردا، تمام. نحن نرحب زي ما قلت لحضرتك بالتواجد، لكن في النهاية قبل ان نسمي المسمى الذي سيتفق عليه، وقبل ان نسمي الاليات والاهداف، يجب ان ندرك انه من خلال الاهداف، تمام، تكون الاليات، ومن خلال الاليات يجب ان نحدد من سيكون مدعوا. طالما ان الهدف هو وحدة وطنية ووحدة سياسية وراء الطبع السياسي، انا اعتقد كان الاولى دعوة كل الاحزاب المصرية الفاعلة، وعلى رأسها احزاب جبهة الانقاذ، الدستور، المؤتمر المصري الديمقراطي، المصريين الاحرار، الوفد. طبعا نختلف نتفق معهم سياسيا، هذا شيء، لكن اذا كنا جادين في رأس الطبع، انا ارى ان هذه الجبهة بهذا التكوين ستكون محسوبة اعلاميا وسياسيا في خانة واحدة فقط، هي خانة
يعني من يراه البعض تمام خارج يعني انصار او مناصري الحريه والعداله. البيان الذي حصلنا على نسخة منه يحوي مجموعة من الأسماء، بعضها لم يؤخذ رأيه، إلا أن اللافت للنظر أنه لا يوجد فيها لا جبهة الإنقاذ ولا حزب النور ولا حزب الوفد. بالظبط كده، يعني ما هي دي مشكلة. يعني النهارده انا حتى شاورت مع الدكتور ايمن ان ارسل الي الدعوه وارسلت لي الدعوه بالامس تشاورنا عفوا، ويعني اعتقد ان وجود اسماء ذات الاسماء بطريقه او باخرى موجوده في الجمعيه التاسيسيه، تحديد الاسماء في احزاب الحريه والعداله في الوسط في الحضاره، وانا اعتقد ان كلها تحسب سياسيا تمام من الشعب ومن الاعلام ومن السياسه في خانه واحده، وضم حزب غد الثورة اليها. اعتقد ان هذا يؤتي حزب غد الثورة، يجعله بعيد عن الخط الوسطي وخط الاعتدال وخط رأس الصدع الذي يقوم به. اعتقد ان الامر بهذه الصورة اعتقد انه يحتاج الى اعادة نظر، وزي ما قلت لحضرتك اذا كان الداعون الى الجبهة او الى التجمع جادون او جادين عليهم دعوة جبهة الانقاذ، حتى ان احنا التجمع ده كما فهمت انه تجمع شخصي لاشخاص وليس تجمع لاحزاب. طالما تجمع الاشخاص انا متاكد ان كل وطني في مصر او كل سياسي في مصر ومارس السياسه هو وطني وان اختلفت الوجهات السياسيه. وهل تتصور دكتور محمد محي ان الجبهه او اي ما كان المسمى بهذا التشكيل يمكن ان يصل الى نتيجه في عدم وجود النور وجبهه الانقاذ وغيرها من الاحزاب الاخرى؟ لا، بهذا التشكيل لن يأتي، بهذا التشكيل لن يكون مؤثرا، سيكون محل هجوم، سيكون محل تشكيك. يعني تستطيع ان تقول، وانا احد المشاركين في الحوار الوطني اللي كان في الرئاسه، سنحصل ثوره او سيحصل هذا التجمع على الرئاسه، سيحصل الحريه والعداله، سيحصل على مجموعه الحوار، وهذا اضعاف لنا كحزب واضعاف لنا كشخصيات سياسيه. يعني اعتقد ان الدعوه لم تكن مكتمله النضج وكانت تحتاج الى اعاده دراسه. اذا كنا جادين مؤكد يجب توجيه الدعوه لكل الاحزاب السياسيه الفاعله فيها. هل تتصور ان هذا التجمع ردا على المبادرة التي اطلقها حزب النور مع جبهة الانقاذ؟ والله اذا كان هذا هو الرد فده اسوأ رد ممكن، وانا اؤكد ان حزب غد الثورة لن يكون ابدا جزءا من يعني مبادرة مضادة، رد ورد مضاد. نحن نتبنى خط الاعتدال الوسطي، نحن نتبنى خط رمل الشمس، لن نكون ابدا طرف في اي يعني صراع سياسي. وانا زي ما قلت لحضرتك هذا التكوين انا اراه محدودا في نطاق محدد ضيق جدا لا يستوعب كل الافق السياسي المصري. لذلك اؤكد ان حزب غد الثورة لن يشارك في هذا التجمع نفس الاسم الحالي، لن يشارك اذا استمر يعني او اذا كان التشكيل على ما اعلن فقط. نحن نريد جبهة واسعة تمتد لكل افق الصيف السياسي المصري بما فيها جبهة الانقاذ، حتى نستطيع كأفراد أن نكون فاعلين كل منا في حزب وفي جماعة السياسية. شعار الجبهة كما ورد في البيان هو ضد الدم وضد العنف، فماذا ما هو الفارق بين هذا التشكيل وهذه الجبهة ومبادرة الأزهر؟ أنا كنت لسه بقول لك نفس السؤال، أنا مش شايف أي فرق خالص. مبادرة الأزهر كان باختصار وأكد على حق الإنسان في الحياة، على حق الحياة كحق أصيل متصل بالإنسانية، وعلى حرمة الدماء ونزل الأرض. وما هو الفارق أيضا ما بين هذه المبادرة ومبادرة حزب النور مع جبهة الإنقاذ؟ أنا صراحة يعني لا أرى فارقا كبيرا. زي ما قلت لحضرتك أنا يعني من وجهة نظر سياسية مش شخصية، لأن على فكرة كل المذكور اسمهم في الدعوة كلهم لهم في صداقة وعلاقة في منتهى القوة والحميمية والحمد لله، لكن من وجهة نظر سياسية، من وجهة نظر لمصلحة وطنية، أرى أن هذا التشكيل غير كافي وغير مرضي، وربما تكون أثاره السلبية أكثر من أثاره الإيجابية. دكتور محمد محي الدين وكيل حزب غد الثورة، ألف شكر. هذه الآراء تتفق على أن هناك مبادرات أخرى أكثر أهمية، وهي مبادرة الأزهر الشريف ومبادرة حزب النور. لماذا يسعى الإخوان ومعها بقية التيارات الإسلامية إلى تشكيل ائتلافات بعيدا عن حزب النور وجبهة الإنقاذ؟ أنا أقطع لك أن الإخوان لم يسعوا إلى تشكيل أي ائتلافات في هذا. الإخوان ليست لهم علاقة، لم يسعوا إلى تشكيل أي ائتلافات، لكن الإخوان لا يمنعون إطلاقا في جمع الشمل بأي شكل من الأشكال. ولماذا لا تدفع الإخوان في طريق مبادرة حزب النور
ومبادرة الأزهر نحن الشريف. لنا ملاحظات كثيرة. مبادرة الأزهر هذه وثيقة متفق عليها ولا خلاف عليها. موضوع مبادرة حزب النور مسألة لنا عليها تحفظات واضحة وقلناها وعبرنا عنها في حينه يعني. تحفظات حول تشكيل حكومة إنقاذ وطني. طبعا هذا كلام يكون في الحوار، يعني أي الحوار اللي بيشارك فيه حزب النور مع الرئاسة ما الذي يطرح فيه؟ أليس هو هذه المضامين؟ فليكن هذا إذا تم الاتفاق، ما يتم الاتفاق عليه في الحوار الوطني يكون هو الذي يتم تنفيذه. لا يوجد الآن أغلبية للتيار الإسلامي، إذا طرح أن تكون هناك حكومة إنقاذ وطني من كافة التيارات أمر وارد. يعني إيه لا توجد أغلبية؟ لا توجد أغلبية برلمانية، أغلبية منتخبة. عندما تكون هناك أغلبية منتخبة يصبح للتيارات الإسلامية التي تشكل هذه الأغلبية تشكيل الحكومة. لكن أما وأنه لا توجد أغلبية لأنه لا يوجد بالفعل برلمان، فالحديث عن حكومة إنقاذ وطني أمر وارد. ومن خالف في هذا، لكن من قال إنه حكومة إنقاذ وطني أن حكومة هشام قنديل لا تصلح كحكومة إنقاذ وطني، هذا كلام يجري الحوار فيه. هل الدكتور هشام قنديل ينتمي إلى هذا التيار أو ذاك؟ هل معظم الوزراء ينتمون إلى تيارات؟ هذا الكلام. لكن أداء الحديث كثيرة في الشارع، لكن أكثرها أو سوادها الأعظم يقول أن حكومة هشام قنديل لم تؤدي. يا أستاذ محسن، دعنا لا نضيع أوقاتنا. أنا وأنت نتناقش في القضية، وكل برنامج تكشف يتكلم في القضية في حوار. إذا كنا بنتكلم عن إنقاذ وطن، فإنقاذ الوطن لا يكون بطرح الكلام في عبر التوكشو، إنما بالحوار على مائدة الحوار. فليذهب المتحاورون وليقولوا ما عندهم وليردوا على الاعتراضات. سيقول لك الذين يريدون بقاء حكومة الدكتور هشام قنديل إن الظرف غير مناسب والوقت ضيق. روح احضر وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وهذا الحوار مع الدكتور عبد الرحمن البار، عميد كلية أصول الدين وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين. كنا قبل الفاصل نتحدث عن العبارة التي قلتها في مقالك بعنوان المشروع الإسلامي لماذا، والتي جاءت على لسان الإمام محمد عبده: السياسة متى دخلت شيئا أفسدته. نعم، أنا تكلمت في هذا عن لماذا المشروع الإسلامي هو المشروع المرشح للنجاح، ولماذا هو الأقدر بأن يتبناه عامة المواطنين. وتكلمت عن القول بأن السياسة لا علاقة لها بالدين، وأن السياسة تفسد الدين والدين يفسد السياسة إلى آخره. ونقلت هذه العبارة التي قالها الأستاذ الإمام محمد عبده، قالها في سياق محاولات الساسة للتدخل في الشأن الديني وتوجيه الفتاوى، وهذا معنى أنها ما دخلت شأن إلا أفسدته. حينما يكون السياسي هو الذي يوجه العالم والمفتي، معناه أنه يوجهه لكي يلوي نصوص الشريعة، يلوي أعناق النصوص لتؤيد رأيه السياسي. هذا مرفوض في السياسة الإسلامية، هذا إسلاميا وفي المشروع الإسلامي مرفوض تماما، لأنه المدار في المشروع الإسلامي على القرآن والسنة وليس على الأهواء والآراء الحزبية، وبالتالي يجب أن تكون البوصلة واضحة. وأنا قلت في أكثر من مقال لي إن ميزة المشروع الإسلامي وميزة السياسة من منظور إسلامي أنها ليست سياسة المكر والخداع واللعب بالناس والضحك على الناس وتقديم الوعود الكاذبة، إنما هي سياسة المبادئ والقيم والأخلاق، مع الوعي ومع الفطنة ومع الحكمة ومع التيقظ للمؤامرات ومع الانتباه للمكائد. إنما كما قال سيدنا عمر وهو يوضح هذا: لست بالخب ولا يخدعني الخب، لا أنا خادع ولا أنا ممن يمكن خداعه. هذا هو المقصود. وقلت إننا حين ندخل إلى ميدان السياسة نريد أن نقدم دعوة في هذا الميدان، نريد أن نقدم سياسة بريئة من المطامع، بريئة من المصالح الحزبية أو الفردية أو الشخصية، بريئة من المكر والكذب وإلى آخر هذه المفردات. نريد أن نقول إنه بالفعل يمكن أن تساس الدنيا وفق قيم، وليس كما يقال ان القيم والاخلاق ما تنفعش، لانهم هكذا يفهموننا السياسيون. يقول لك لا، القيم والاخلاق والدين والكلام ده كلام تقولوه في الجامع.
إنما في الواقع لا. طب نحن نريد أن نقول حصل في دولة الإسلام في مراحل كثيرة أن كانت القيم والأخلاق والمبادئ والمثل العليا هي العنوان الذي يحكم، وبالتالي وجدنا رؤساء أصحاب قيم وأخلاق ومبادئ، وجدنا اقتصاديين أصحاب قيم وأخلاق ومبادئ، وجدنا اجتماعيين فأقاموا دولة وحضارة ناهضة لا تزال إلى الآن الحضارة الإسلامية التي ملأت الدنيا شرقا وغربا يشهد الجميع بها. نحن نحمل ذات مشروع يهتم ببناء الإنسان الذي سيمارس السياسة ويمارس الاقتصاد ويمارس كل شؤون الحياة. هذا الإنسان متى تم بناؤه بناء سليما، ومتى صلحت عقيدته وعبادته وأخلاقه وقيمه ومبادئه، حطه بقى في أي مكان، حمله أي مسؤولية. ولكن عندما مارس الدعاة السياسة أصدروا فتاوى بقتل المتظاهرين وقتل المعارضين وقتل جبهة الإنقاذ. لا الخطأ هو خطأ سواء كان يمارس في ميدان السياسة أو في غير ميدان السياسة، بمعنى أنه إذا إنسان أفتى خطأ أو فهم نصا على سبيل الخطأ، فهذا يمكن أن يكون في العبادة، ويمكن أن يكون في العقيدة، ويمكن أن يكون في السياسة، ويمكن أن يكون في الاقتصاد. فالخطأ هو خطأ بغض النظر عن الباب الذي لكن مثل هذه الفتوى يمكن أن تحرق وطن، ولذلك يجب التصدي لها. الدكتور محمود شعبان في الداعية الإسلامي وأستاذ بجامعة الأزهر أفتى بقتل المتظاهرين وقتل لا بس الإنقاذ، وقال من بايع إماما فأعطاه صفقة. هو ما قالش، وده نص حديث. هو قال استدل به وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء أحدا ينازعه جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر. هذه دعوة مباشرة لقتل جبهة الإنقاذ. أنا أدعو حضرتك أن تقرأ مقالي غدا في جريدة الحرية والعدالة وعلى موقع أخوان لكن أنا الآن أتحدث مع مشاهدي أنا أنا وأدعو السادة المشاهدين، وأنا هي بعنوان حول فتوى قتل المعارضين. وأنا سبق أن تكلمت في هذا قبل ذلك في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حين أحد المشايخ أيضا أفتى بقتل البرادعي لو تذكر حضرتك، وبقتل الدكتور القرضاوي بحجة أنهم خارجون على النظام. وتكلمت عن سوء الفهم للنص. الحديث يتكلم عن وآخر ينازعه. ما معنى ينازعه؟ ينازعه معنى يدعي هو أنه الرئيس، ويجمع حوله أنصارا يحملون سلاحا يريدون أن ينفذوا مرادهم، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا. هذا الذي إذا كيف استدل الدكتور؟ ما هذا الفهم الخطأ بقى، هذا هو الخطأ في الفهم. أن يفهم أن المقصود أن كل من عارض الرئيس ولو بحدة وبشدة يدخل في مفهوم المنازعة. لا، المنازعة معناه أنه يريد أن ينزع عنه الشرعية ويضعها لنفسه بالسلاح. يقول أنا الرئيس مش هو، وأنا مع أنصاري وحننفذ اللي احنا عايزينه، ومعه السلاح ومعه الأنصار. هذا هو هؤلاء يسمون. وكيف يمكن وضع حدا لمثل هذه؟ هذا معروف في الشريعة بالبغاة، وهؤلاء يجب أن تتصدى الأمة لهم، ويجب أن إنما البغاة إنما ما معنى البغاة؟ الباغي هو الذي تجاوز حده وخرج عن حدوده، فرفض ما أجمعت عليه الأمة أو ما اتفقت عليه كلمة الأمة من حاكم، وحمل السلاح في مواجهته وحشد الأنصار لذلك. هذا يجب أن يقبض عليه، إذا لم يمكن القبض عليه إلا بقتله يقتل. لكن الذي يبدي رأيه مهما بالغ في سوء إبداء الرأي، هو يجب أن يبدي الرأي بأدب ومن غير إهانة ومن غير تجريح، والأفضل أن يبديه سرا إن أمكن، فإن لم يكن فليبديه علانية ليعرفه. كل هذا وارد. الدكتور عبد الرحمن بر في التظاهرات وإبداء الرأي معروف، والعامة والقاصي والداني يعرف رأيه، لكن أنا أتحدث عن فتوى خطيرة. كيف يمكن أن نضع حدا لمثل هذه الفتاوى؟ لا، الحد لأي خطأ هو يكون بتشريع يحكم الأمور وبحوار مع أصحاب الآراء الخاطئة حتى يفهموا. ونحن أمام الحالة تلك، ونحن أمام هذه الحالة نقول للأخ الدكتور محمود شعبان: يا أخي الكريم، أخطأت في فتواك، حتى لو كان الخطأ هو لأنك أخطأت التعبير عن مرادك فهذا خطأ. وفي مثل هذه الفتن يجب أن تحسب الكلمات، لأنه في كلمة في وقت معين تشعل نار حرب ونار فتنة
لا يعلم مداها إلا الله. يجب أن توزن كلمات العلماء بحيث لا تتجاوز حدود الشريعة ولا تؤدي، لأنه لا بد من فهم المآلات، وبالتالي قد تكون بتشرح شيء وقد تكون بتتكلم في سياق صحيح، لكن الاستنتاج خطأ، وبالتالي يجب. وأنا أثمن، أنا قيل لي لكن أنا لم أرى أثمن أنه اعتذر عن كلامه أو بين أنه لم يرد هذا. لكن عندما اعتذر قال مرة أخرى أنه ضد التظاهر وضد لا، ما هو ضد التظاهر هذه قضية تانية. أنا قد أكون ضد التظاهر من منطلق سياسي وليس من منطلق بمعنى أن أنا شايف. لكن يتحدث باعتباره عالم دين. طب وين هو أستاذ بجامعة الأزهر. العالم يقول رأيه وكل إنسان يقول رأيه، ولكن القانون محدد. التظاهر القانون والشرع لا يمنع من هذا، التظاهر لا يمنع منه الشرع، التعبير عن الرأي بصورة سلمية حضارية راقية لا يمنع منه الثورة الشعبية على الظالم التي لا تحمل سلاحا ولا، لأنه حمل السلاح معناها تدخل البلد في فتنة سماها وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها دهماء عمياء بكماء، لأنه محدش فيها عند الفتنة لن يدري أحد من المحق ومن المبطل، وتسيل دماء من يتحملها. قطرة الدم الواحدة أغلى وأعز عند الله سبحانه وتعالى من الكعبة. وبالتالي الحاجة الثانية انه الحديث عن اشخاص لا يجوز الحديث ان فلان يقتل، حتى لو يعني نحن نعلم مثلا ان من اتى كفرا بواحا لا تأويل له فيه فهو من الناحية الشرعية يستحق القتل، لكن فعلا شيء فلان ليه بقى؟ لانه علشان يثبت هذا لابد من قضاء، هو الذي يقول هو الذي يحكم، وإلا كل واحد يتهم من يبغضه بهذا وتبقى فوضى. اما هي الدول قائمة ليه؟ ما معنى دولة أصلا؟ دكتور عبد الرحمن، أنا عندما أكون خارج هذه الشاشة قد أقول رأيا أكون مسؤول عنه بنفسي، لكن عندما يتحدث الداعية لا يكون مسؤولا عن كلامه، لأن هناك مريدين ومواطنين. لا، هو مسؤول عن كلامه، تقصد أنه في ناس هيتأثروا به، ولذلك أنا أقول الداعية يجب أن يزن كلامه. وإذا لم يزن كلامه، هو إذا أخطأ إذا كان ارتكب ما هو شكل الحساب. لا، الحساب أيا كان الحساب. يعني أنا لو في لجان إدارية بتحقق مع العالم، إذا كان في قانون يسمح بهذا فليتم التحقيق معه وتنبيهه ولفت نظره وتصحيح خطأه ويخرج ويصحح الخطأ. أو إذا كان في قانون بيعتبر أن كلاما ما دعوة للتحريض فليحاسب وفق القانون. لكن برضو أقول لا ينبغي محاسبته بشكل هوجائي، لابد أن نلجأ للقانون. وبالتالي الذين حرضوا على قتل الرئيس او على قتل الاخوان او على حرق مقرات الاخوان، هؤلاء يجب ان يحاسبوا. الذي يحرض على قتل فلان يجب ان يحاسب، ايا كان المنطلق الذي ينطلق منه، لان هذه المنطلقات منطلقات دينية، وهو الامر الخطير. ما هو يعني خطيب التحرير لما بيقف في الخطبة شعبان، وهناك خطيب التحرير محمد لما يقف في خطيب الجمعة بميزو الذي حلل دم الرئيس. أليست هذه الفتاوى يمكن ان تدخل الوطن في حالة اقتتال بسبب الدين؟ لا، مش بسبب الدين، بسبب الدعاء، لا ولا بسبب الفهم الخطأ، وهذا الذي يجب على القضاء فهم الخاطئ من الدعاء، والحل هو القضاء. لأنه لا يمكن أن أمنع أحد من التعبير عن رأيه، لكني أقول له إذا كان رأيك هذا سيؤدي بالأمة إلى فتنة فيجب أن يوضع. أمال يعني إيه تهمة التحريض أو القانون بيعملها تحريض؟ والتحريض لابد أن يحاسب المحرض، وبالتالي لابد أن يرفع الأمر للقضاء. فإذا رأى القاضي أن ما فعله هذا الشيخ أو ذاك هو من باب التحريض عليه أن يحاسبه وفق القانون. يجب أن نرسي دعائم القانون، وأن تكون الأمة كلها تحت سيف القانون. وفي نفس الوقت علينا أن نوجه ونحذر وننصح. أنا دائما أنصح إخوان الدعاء وأنصح الزملاء المحترمين أننا يجب أن نزن كلامنا تماما، حتى في المجالس الخاصة، مش بس على الشاشات، لأنه لا تدري الذي يسمع كلامك ثم يتأثر به. أنا قلت قبل أيام، نقلت ما قاله العلماء، المفتي طبعا إذا أنت طلبت مني فتوى في مسألة، المفتي يدخل بين الله وبين خلقه، بمعنى أنه يقول للناس هذا مراد الله، فإذا أخطأ فهو يتحمل كل ما يرتكبه هؤلاء من أوزار، ومن أفتى بغير علم فقد ذبح بغير السكين. وذلك كان الصحابة وكان العلماء يتدافعون الفتوى، يعني واحد يقول له افتيني يقول له لا، روح لغيري. ليه؟ لأنه حريص جدا. لذلك أنا أقول الإخوة الدعاء، وبخاصة الدعاء اللي لهم كلمة مسموعة،
والدعاء الذين يدورون في الفضائيات والدعاء أصحاب العلم والمعرفة يجب أن يزنوا كلامهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض المواقف يرى أنه يجب أن يفعل شيء معين ولا يفعله لأنه حكيم، لأنه بينظر إلى مآلات الأمور. كان يريد هدم الكعبة وبناءها على الأساس الذي بناها عليه إبراهيم. هذا أمر في غاية الأهمية. الكعبة هذه قبلة الأمة وشيء، وأنا لا أتصور وحضرتك لا تتصور أن حد هيقول لرسول الله أنت بتعمل كده ليه. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن الناس لا يزالون حديث عهد بالجاهلية، فربما أدخل هذا في نفوسهم شيئا من الريب فلم يفعل هذا. ولما فعلها عبد الله بن الزبير بعد ذلك وهدم الكعبة وبناها على أساس بناء إبراهيم، ثم هدمها الحجاج وأعاد بناءها على السابق، وجاء الرشيد يريد بناءها على يهدمها تاني، قال له الإمام مالك أنشدك الله يا أمير المؤمنين لا تجعل بيت الله لعبة يتلعب بها كلما جاء حاكم يعني هدمه. هذه الحكمة، هذا هو الذكاء. والعلماء مشهورون في تاريخنا العلم والفقه بهذا الذكاء في مراعاة مقتضى الحال وحسن الاستنباط. وأنا عايز أقول إنه فيما يتصل بالقضايا الكبرى تحتاج إلى فتاوى مجمعية وليس إلى فتوى فردية. تقول بعض التقارير الإعلامية أن الدكتور عبد الرحمن البر على بعد خطوات من دار الإفتاء. هل هذا يعني حديث الدكتور عبد الرحمن البر أنه سوف ينظم مثل هذه الفتاوى حال وصوله إلى دار الإفتاء؟ قضية الوصول لدار الإفتاء هذه قضية إعلامية. أنا شخصيا لم أسمع، لم يبلغني شيء، لم يقل لي أحد إنه تم ترشيحي لهذا الأمر. لا أسعى إلى هذا ولا أطمح في أي شيء من هذا على الإطلاق. أنا رجل صاحب رسالة وداعية، أؤمن برسالتي، أسعى لتأديتها على الوجه الأكمل. لكني كلما عرض هذا أحب أن أشير إلى قضية في غاية الأهمية بعيدا عن هذا الأمر الذي لست لا طامحا ولا راغبا ولا أي شيء. إنما هناك للأسف كلما يثار مثل هذا تثار معه قضية الأخوان ويقال بلاش عبد الرحمن علشان من الإخوان. أقول يجب أن نرسي دعائم المساواة في هذا الوطن. الإخوان هم أبناء هذا الوطن أيا كانت مواقفك منهم، لكن عندما يكون هناك أمر منصب عام أو موقف عام أو موظف عمومي والفرد من الإخوان مثله مثل غيره، إذا توفرت فيه الشروط والكفاءات وكان كفءا لهذا العمل لا ينبغي إقصاؤه بزعم أنه من الإخوان، مثلما لا ينبغي توظيفه لأنه من الإخوان. لا يجوز هذا. ندرك كفاءة الدكتور عبد الرحمن، لا هذا أمر ولكن لائحة هيئة العلماء تقول أنه يجب ألا يكون منتميا لا سياسي اطلاقا لا يمكن أن يوجد في أي نص منع مواطن الانتماء السياسي. هذا يكون مخالف للقانون بأي منطق. يعني من قال في أي دولة في العالم في أي مكان في العالم أن منصبا ما يحرم أن يتقلده من له انتماء سياسي؟ يمكن أن يقال أن اللي يتقلد المنصب الفلاني عليه أن يترك موقعه السياسي، وارد هذا وقد نتجادل فيه، إنما لا أظن أنه وارد على الإطلاق. هذا يخل بمبدأ دستوري وهو المساواة بين المواطنين، كأنه في مواطن الانتماء السياسي يحرم. أليس في لائحة هيئة العلماء لا إطلاقا مثل هذا النص؟ إطلاقا لا أتصور. وأن يكون متخصصا في الفقه أو أن يكون متخصص، هذه شروط موضوعية، لكن شرط. والدكتور عبد الرحمن البر أنا لست متخصص. أنا بغض النظر يعني فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر كان مفتيا وهو ليس متخصصا في الفقه، ليس بالضرورة، إنما من الممكن اشتراط كل هذا. أنا مع أن يكون المفتي يعني عالما متعدد متنوع الثقافة أنا مع وضع شروط تجعل هذا المفتي شخصية في منتهى القوة. أنا ليست هذه القضية. أنا قضيتي الأساسية أنني أرفض كمواطن مصري أن يتم تمييز مع أو ضد في أي موقع حكومي. لا يجوز أن يعين شخص في هذا المنصب لكوني من الإخوان، ولا أن يقصى لكوني من الإخوان، ولا في أي منصب من المناصب. وأختم برضو مرة أخرى هذه الفكرة بأنني لا أطلب
ولا أطمع ولا أطمح ولم يبلغني ولم أسعى، وأتصور أن هذه كلها تقارير إعلامية بحتة لا أدري إن كان لها ظل من الواقع أو لا. هل أسألك سؤالا دائما لا تحبه؟ أنا ما عنديش حاجة بحبهاش طالما إلا وإذا ما جاءتك وإذا ما جاءتك أنا دائما أقول أيضا لكل حدث حديث. أنا أتكلم عن موقعي وعن موقفي، لكن إذا حدث هذا فسيرى الناس وسيسمع الناس، مش هتبقى العملية في السر ويرون موقفي. لكن البعض أحيانا يفترض هذا السؤال ويجيب عنه من باب اكتساب بطولة. أنا لست من هذا النوع. أقول لك لا أنا مش هقبلها فتقول لي بطل، أقول لك هقبلها تقول ده طامع فيها. أنا لست يعني هذا كالعادة يعني. ولهذا أنا يعني أرفض هذه الأسئلة الافتراضية أو أرفض الإجابة على الأسئلة الافتراضية. في البداية أن سؤالا لا مش لا أحبه. أنا أرفض الإجابة على الأسئلة الافتراضية لأنه المتربص واقف ينتظر إجابة تقول له هذا فيقوم يعلق بشكل، أو تقول له هذا فيعلق بشكل. أنا أقول عندما يحصل ما يحصل إذا جرى هذا الأمر فسوف يعلم الجميع رأيي، لكن أنا لا أدعي البطولة ولا يعني أقدم شيئا لم يعرض علي في شيء. ليس تربصا، ولكن الدكتور عبد الرحمن البر قال قبلا أن إيران دولة دينية لا تطبق الديمقراطية والإسلام يرفض العصمة. أنا قلت هذا ولا يعطي العصمة فين هذا قلت لأحد بعد رسول الله، ونظام إيران يعطي العصمة للفقيه. أنا متى قلت هذا؟ من قال أنني قلت هذا؟ أنا أرى أن دولة إيران دولة شيعية، والنظام الشيعي فيه أمور تختلف عنا كأهل السنة. في قضية التقية وهذه مرفوضة تماما عندنا، وفي قضية العصمة الإمام. نوضح التقية للمشاهدين. التقية بمعنى أنه يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، الكذب. طبعا هي هذا تعريفها عندنا، وهذا أمر مرفوض شرعا إلا للضرورة في الحرب وغيره، يعني إلا أن تتقوا منهم تقاة. هذا في أمور مهمة. لكن الموضوع الثاني هو موضوع العصمة. هم يعتبرون أن الأئمة معصومون، الأئمة اللي هم سلسلة أبناء سيدنا علي. نحن أهل السنة والجماعة نرى أن لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فكلام الأئمة ككلام غيرهم يؤخذ منه ويترك، وليس دينا منزلا ولا وحيا معصوما. هم زادوا في الفترة الأخيرة فكرة الفقيه المعصوم أو ولاية الفقيه، باعتبار أن أن الإمام غاب ودخل في السرداب أو إلى آخر الكلام الذي يقولونه، وأصبح الآن يحل محله الفقيه اللي هو المرشد الأعلى، وبيعتبروا أن كلامه له ذات العصمة وكلامه غير قابل للنقد. نحن في منهجنا في أهل السنة والجماعة نرفض هذا تماما، أيا كان القائل. لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرئيس الإيراني أحمد نجاد قد زار مصر لحضور مؤتمر القمة الإسلامية في مصر، وهناك تيارات كثيرة ضد هذه الزيارة، ولكن موقف الإخوان المسلمين أيد هذه الزيارة. لا هي مش أيد، هذه مفيش حاجة اسمها أيد ورفض. هذه دولة نحن مصر ليست دكانة أي حد يعمل فيها ما يشاء. هذه دولة، ودولة لها احترامها والتزاماتها، وهذا مؤتمر قمة إسلامي، وهذه إحدى الدول. نحن لا نتحدث عن مؤتمر القمة. هذا عمل من أعمال الرئيس أحمد نجاد رئيس الإيراني. وبالتالي لما يجي الراجل يشارك ويحضر هذا أمر طبيعي جدا، مفيش حاجة اسمها. إنما من حق القوى الشعبية. وعندما يرفع علامة النصر في مواجهة شيخ الأزهر، لا أتصور المعنى بهذه الصورة، لأنه كلام ممثل. المعنى واضح، لأن هناك تقارير وأبحاث تقول أنهم يريدون الأزهر. لا هذا يعني أمر لا دونه خرط القتاد كما يقولون. الأزهر تحرر من مئات السنين ولكنهم يعيشون على الظلم من أجل لا أتصور. أهل السنة والجماعة عصيون على الأفكار البدعية والمبتدعة، ولذلك تجد على مدى التاريخ الأغلبية العظمى من المسلمين هم من أهل السنة والجماعة. العظمى بمعنى العظمى، يعني يتجاوز 90% من المسلمين. أهل السنة والجماعة يتجاوزون 90% من المسلمين في العالم. وهؤلاء الذين هرولوا للقاء الرئيس أحمد نجاد في منزل السفير مكتبي أماني القائم بأعمال الحكومة أو الدولة الإيرانية في مصر أمس.
ولماذا تسميها هرولة إذا دعا رئيس زائر البلد بعض رجال السياسة هذا أمر معتبر في العلاقات الدولية، يعني مش بالضرورة. هذا الذي يرتكب جرائم في سوريا. ما هو هذا المطلوب بقى، هو المهم ماذا قالوا له. جالسه لماذا؟ ما هو هذا الكلام، ماذا قالوا له وماذا يجب أن يقال له، هذا الذي يجب أن يتم تركيز، مش إن أنا أقول له. لم يتحدث أحدا معه. أنا ما أعرفش إيه أو في العواس. أنا لا أدري إيه اللي حصل. التقارير التي صدرت من هذه الاجتماعات. يعني أنا برضه لا أحب أن أتكلم عن حاجة مغلقة إلا أن يتكلم أحد الحاضرين، لكن إذا تكلمنا لم يتحدث يبقى اللقاء مجرد بروتوكول. هل التقوا مجرما يقتل الناس في مسلمين في سوريا وفي الأهواز؟ أقول إيه؟ أنهم التقوا مجرما؟ لا، التعبير بهذه الصورة خطأ. إذا كانت هناك اتفاقات شيعية في مصر أصدرت بيانا وقالت هذا الكلام، هل هو من سبيل التقية؟ يا أستاذ محسن، نحن في دولة محترمة، والدولة المحترمة لا تفسد بأيديها شؤونها ولا تسعى لممارسة سياستها وبخاصة الخارجية بشكل يعني فيه شيء من الدفاع اطلاقا. هذه دولة يجب ان تحترم موقفها، وانا ارى ان مؤتمر القمة خرج بتوصية جيدة وممتازة. ارجو ان ترى الاجراءات واقعية كما ذكر الدكتور مرسي وهو يتكلم عن هذه القضية. المؤتمر بمن فيه باجماع، بمن فيه ايران وبمن فيه العراق، وان كان قيل انه ابدأ تحفظ، تكلموا عن انهاء الازمة السورية وانهاء هذا النظام الذي يقتل شعبه النظام المجرم. وانا في يقيني انه الاحاديث بالتأكيد تطرقت الى هذا الدور الخاطئ الذي تمارسه ايران بدعم هذا النظام الفاشي الفاسد في سوريا، والتأكيد على ان ايران تسير في الطريق الخطأ، وانه ليس من مصلحتها ان تستمر في هذا الطريق مع نظام يعني دنت نهايته بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن موقفها من دعم هذا النظام هو موقف بكل وضوح موقف في منتهى الخطأ، وموقف إجرامي وموقف غير مقبول على الإطلاق. ونحن أعلنا هذا عشرات المرات. كافة الدعاة في مصر يثمنون موقف شيخ الأزهر في حواره وحديثه، وأنا أثمنه جدا. والشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان قال الآن عاد الأزهر إلى لا، الأزهر عاد إلى دوري قبل الآن. الأزهر عاد إلى دوري صار منذ فترة، والأزهر يعني آخذ في القيام برسالته العظمى. ليس هو الموقف الأول، المواقف الكثيرة للأزهر الحمد لله ومن بعد ثورة 25 يناير ازدادت وضوحا. يعني الأزهر في طريقه ليتبوأ مكانته الكبرى التي يستحقها في قلوب المسلمين. هناك فتوى المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية في رده على سؤال هل الرئيس مرسي ولي أمر شرعي، فقال لو تسألني لغويا فنظر المدرسة ولي أمر، لأنه يتولى بعض أمورنا، والضابط في نقطة المرور ولو في أقصى أطراف مصر هو ولي أمر. أما الإمام كما درسناه في الفقه الإسلامي فلا ينطبق على الدكتور مرسي. أنا لست معه في هذا، لأنه ربما الأخ المهندس عبد المنعم بيتكلم عن أنه الإمام المقصود به خليفة المسلمين، وقال عقد مرسي هو العقد الذي تولى به حسني مبارك، لكن يعني مبارك خان العقد. أيوة. ونأمل في مرسي الخير. طيب يعني لكنه يعني إذا كان ربما ليس ولي أمر شرعيا. لا أعتقد أنه يعني ليس ولي أمر شرعي. ما هو إحنا التعبيرات والألفاظ مش بالضرورة ان احنا نستخدم ذات التعبيرات التي استخدمها الاقدمون. الان نعبر به عن الرئيس يعني ولا شك ان الرئيس ولي الامر، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى والله امرنا بانتخابنا اياه، وبالتالي صار مسؤولا تماما عنا. كون البعض بيرى انه لا يطلق هذا بشكل مطلق الا على الخليفة، انا بقول ان ده معناه انه الرؤساء الذين يحكمون بلادنا يعني ليست لهم بيعة. ده كلام غير صحيح. الرجل بانتخابنا اياه صارت له بيعة في اعناق الامة، والانتخاب يساوي البيعة تماما، ولا يجوز الخروج عليه. يجوز نصحه ويجوز بيان
أي خطأ يرتكبه ويجوز معارضته إلى آخره، لكن لا يجوز الخروج عليه بالسلاح ولا يجوز الانتقاص منه إلى آخره. كل هذا وارد. أما إن احنا بقى نقعد نقول أولا اختيار لفظ معين للدلالة على الرئيس الأعلى، هذا ليس فيه نص شرعي، بمعنى وردت كلمة إمام في النصوص الشرعية ووردت كلمة ولي أمر، واستخدم الصحابة كلمة خليفة، واستخدم الصحابة خليفة الخليفة، واستخدموا أمير المؤمنين، وورد في النصوص الشرعية لفظ السلطان. إذا استخدمنا نحن الآن لفظ الرئيس فهو يقوم مقام هذه أنا أرى أن الرئيس ولي أمر شرعي للمصريين، انتخبوه بإرادتهم الحرة بصورة ديمقراطية رضيها الجميع، عبر نظام ديمقراطي رضيه الجميع، له كل حقوق ولي الأمر الشرعي. علينا أن نساعده ونسانده ونعطيه حقه. لا يجوز الخروج عليه بالسلاح، له كل الحقوق الشرعية والواجبات الشرعية التي لولي الأمر المسلمين. أخيرا دكتور عبد الرحمن البر، هل يفتح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أبوابهم لحوار مفتوح مع كافة التيارات وكافة القوى للوصول إلى حل للأمر؟ أما حزب الحرية والعدالة فيتكلم عنه السادة أعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والمتحدثون باسم حزب الحرية والعدالة. وأما الإخوان فأنا باعتبار من مكتب الإرشاد أقول نحن دائما مفتوحون وبشكل دائم، لم نغلق على الإطلاق بابنا في يوم من الأيام، دائما ندعو إلى كل خير ودائما نقبل كل دعوة خير وكل دعوة تعاون، ندعو ونقبل الدعوة لكل تعاون على ما فيه صالح هذا الوطن، لأنه هذا ديننا. حتى لو كان من رموز النظام السابق. يعني إيه من رموز النظام السابق؟ التصالح. لا، ما هو هنا التصالح طرحت التصالح لا يكون على حساب الدم. شيء طبيعي أن تتصالح الأمة، إنما الذي ارتكب قضايا دم، اللي أخذ أموال يجب أن يعيدها، هذا هو التصالح، هذا مفهوم التصالح بالضبط. إن اللي أخذ أموال يعيدها، اللي ارتكب جرائم قتل يحاسب على جريمته، اللي بقى يعني انت عندنا 3 مليون كانوا أعضاء في الحزب الوطني. ذلك الهاربون بغض النظر بقى هارب ولا حاضر، عندنا 3 مليون كانوا في الحزب الوطني بالتأكيد. 99.9 منهم ليسوا ممن تلوثت أيديهم بالدماء ولا ممن مدوا أيديهم، ولذلك الدستور نص على مستوى معين من القيادة، هو ده اللي تم عزله سياسيا. لكن العزل السياسي لا يعني العزل الوظيفي ولا يعني العزل الإداري، إنما فقط لا يترشح للانتخابات، وعددهم محدود جدا. وبالتالي الوطن كله يجب أن يتصالح، لكن التصالح لا يكون على حساب الحقوق والدماء. ولماذا يتصدر شخصيتين فقط من جماعة الإخوان المسلمين عمليات التصالح مع بعض الرموز خاصة في الخارج؟ مين الشخصيتين؟ المهندس خيرت الشاطر والدكتور حسن مالك. أنا لا علم لي بتصدر سافر إلى أماكن مختلفة. لا، الذي يسافر هذه قضية، يعني أنا والتقوا وهناك تصريحات وأنا سافرت لا، تحدث الدكتور حسن مالك عن أن هناك بعض رجال الأعمال الذين تحدث معهم الدكتور الأستاذ المهندس حسن مالك هذا رجل له يعني يدير جمعية لرجال الأعمال، ورجل أعمال معروف وتاريخه ناصع البياض وله علاقاته التجارية المختلفة، وهو يريد خدمة الوطن. المسألة لا علاقة لها، ليست تكليفا من الإخوان ولكن هذه الأموال هي أموال الشعب. لماذا اللي هي إيه أموال الشعب؟ الأموال التي هرب بها رجال الأعمال لابد أن تعود إلى الشعب. فإذا كانت هذه الأموال هي أموال الشعب بالفعل، فلماذا يتصدر هذين الرجلين مع كامل احترامنا لهما؟ يتصدروا في إيه؟ في المفاوضات مع لا يا سيدي لسه. ولماذا لا ننتظر؟ لا واضح أن دي معلومات خطأ. ولماذا لا يكون هناك برلمانا هو واضح أن تشكيل لجنة وقانون واضح أن ثمة معلومات خاطئة وصلت لحضرتك. من حق أي مواطن مصري أن يسعى في أي شيء فيه مصلحة للوطن، هذه قاعدة لا خلاف فيها. لكن فيما يتعلق باسترداد الأموال وغيرها، هذه الآن في قانون بيعد السيد وزير العدل سواء لاسترداد الأموال من الخارج أو فيه موضوع الآن في المحاكم وتم استرداد بالفعل، فالمسألة تتولاها الدولة ولا يتولاها أفراد. إنما إذا كان هناك رجال أعمال ومواطنون مصريون يحبون وطنهم ويعرفون
رجال أعمال هنا أو هناك ويدعونهم إلى أن يعودوا باستثماراتهم إلى مصر وإلى أن يستثمروا في مصر. فهذا دوري ودورك ودور أي مواطن مصري يحب هذا الوطن. إذا كان الشيخ العريفي والدكتور عائد القرني جزاهم الله خيرا يعني حينما جاء إلى مصر ومن غير أن جاء إلى مصر يدعوان رجال الأعمال وأصحاب المال إلى الاستثمار في مصر، فما بالك بي أنا وأنت وكل مصري. الدور ده لما يقوم به المهندس حسن مالك ويدعو زملائه وأصدقائه ومعارفه من رجال الأعمال للاستثمار في مصر، هذا شيء يحمد له ولا يقال أبدا أنه بينوب عن الدولة في شيء. يعني الدولة هي من تسعى للاسترداد. النائب العام تكلم عن الحديث مع الدولة السويسرية عن أنها ستضع قانونا لإعادة الأموال المنهوبة إلى مصر. هناك لجان شعبية بذلت جهدا. الآن هناك حسب ما قرأنا في الصحف وفي الأخبار أنه في لجنة يتم تشكيلها لتكون لجنة رسمية من القضاء وغيره. يعني في قانون. هذا الأمر تتولاه الدولة، لكن جهدي وجهدك وجهد الدكتور حسن مالك وجهد كل مواطن مصري مخلص ومحب لهذا الوطن، هذا جهد من قدمه يشكر عليه، ولا يقال انه يقوم نيابة عن الوطن ولا عن الدولة على الاطلاق. دكتور عبد الرحمن البر، الف شكر. جزاك الله خيرا. اعزائي المشاهدين، هكذا كان الحوار مع الدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية اصول الدين وعضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين، والذي كان حوارا ثريا كعهدنا به. نتمنى كل المبادرات، سواء تلك التي طرحها حزب النور أو مبادرة ووثيقة الأزهر أو جبهة الضمير الوطني أو غير ذلك من الائتلافات، أن تساهم في حقن الدم المصري. وأكررها مرة أخرى، للنخبة قاطبة وللرئاسة والإخوان وجبهة الإنقاذ: اتقوا الله فينا، واتقوا الله في شبابنا، واتقوا الله في مصر، هذا الوطن الذي نتمنى أن يتبوأ في العالم موقع الصدارة. وأخيرا، كما تحدث الدكتور عبد الرحمن البر عن الشيخ العريفي الذي قال في خطبته الشهيرة: من شاهد الدنيا ورأى الناس أنواعا وأجناسا ولم يرى مصر وأهلها فلا رأى الدنيا ولا رأي الناس. أترككم في حفظ الله، وإلى لقاء جديد الجمعة القادمة في مثل هذا الموعد. شكرا يا مصر، فوق راسي يا الناس جميلك تسلمي. شكرا يا مصر، من قلبي ربنا يكرمك تتقدمي. رب العباد يا